لو عايز تبدأ بيزنس تجارة إلكترونية ومعكش أي رأس مال ولا عندك خبرة ولا عارف إزاي تعمل ستور ولا عندك بضاعة ولا عندك مخازن ولا عندك شركات شحن، الفيديو ده ليك. هشرح لك كل حاجة من الألف للياء في كورس الدروب شيبينج اللي هنعمله، وكمان على الأسواق العربية مش علي إكسبريس والأسواق الأجنبية، وكل حاجة بسهولة تامة. خليك معايا في الفيديو دوت عشان الفيديو ده يعتبر مقدمة للكورس، وهشرح لك ازاي احنا هنبني ستور وايه المنصة اللي هنتعامل معاها عشان ناخد منها البضاعة. هشرح لك كل حاجة من الالف للياء. خليك معايا. زي ما انت شايف كده، لو انت متعرفش اي حاجة نهائيا عن دروب شيبينج فالموضوع سهل. انا بشرح لك الموضوع بكل بساطة. ان في شخص بيدور على منتج على الانترنت، سواء على جوجل ادز مثلا بيدور، او يظهر له الاعلان على فيسبوك ادز او انستجرام او ايا كان او سناب شات او وات ايفر، عشان هو مهتم بالمنتج دوت والخوارزميات عرفت ان هو مهتم وبيدور على المنتج دوت. فالشخص ده بكل بساطه شاف وليكن كريم للشعر، فهو عايز يشتري الكريم دوت، لقى المتجر بتاعك عامل اعلان فهيخش يشتري الكريم منك. اول ما يشتري الكريم منك من غير ما انت تعمل اي حاجه وانت نايم، السبلاير او الشركه اللي احنا هناخد منها البضاعه تمام هتروح بكل بساطه تكلم العميل، تاكد معاه الاوردر، تاكد معاه العنوان، وتروح تشحن له الاوردر وانت نايم في بيتك بدون اي مجهود منك نهائيا. واول ما يستلموا منه الفلوس هيوصلوا لك الفلوس لحد عندك بس على الاكونت بتاعك من اول ما يستلموا الفلوس من العميل. يعني انت مش محتاج حتى تروح تستلم الفلوس ولا ايا كان، كل حاجه اوتوماتيك 100% اونلاين. هم يستلموا الفلوس اونلاين او يستلموا الفلوس عن طريق الفيزا، وانت تستلم فلوسك كمان اونلاين بدون ما تعمل اي مجهود نهائيا. تمام. طيب يبقى احنا عرفنا بكل بساطه، واحد بيشتري من الستور بتاعك، الاوردر بيروح للسبلاير اللي هو شركه علي اكسبريس او تاجر او وات ايفر، وبعد كده يروح يشحن الاوردر وانت نايم. طبعا احنا مش هنتعامل مع علي اكسبريس، هنتعامل في الكورس دوت مع تاجر ومنصه ايزي اوردر اللي بتعمل لك ستور احترافي مجاني 100% بدون ما يكون عندك اي خبره في البرمجه ولا عندك خبره في اي حاجه نهائيا. ده ايزي اوردر مجانا. كل اللي احنا محتاجين نعمله هنعمل اشترك مجانا الان، وبعد ما نعمل اشترك مجانا الان بكل سهوله هنبقى جوه الويب سايت او الداشبورد. زي ما انت شايف كده، في دعم 24 ساعه، دعم تسويق، نظام ذكي للطلبات، صفحات هبوط جاهزه، وبتعمل كمان صفحات هبوط بالذكاء الاصطناعي من خلالهم بشكل احترافي جدا وباقل مجهود. في اكتر من 15 بوابه دفع، في طلبات غير محدوده على الخطه الفري، واعلى معدل تحويل. بيعملوا كل حاجه عشان يجيبوا لك اعلى معدل تحويل. زي ما انت شايف كده الموضوع دراج اند دروب، تقدر تسحب وتحط الاليمنتس اللي انت عايزها، مش محتاج كود. الويب سايت بتبني في 5 دقايق بالظبط او الستور. وزي ما انت شايف كده الدعم عربي 24 ساعه. المنصه بتقدم لك دعم تسويق واداره للحملات بشكل مجاني كمان، دي حاجه ما بتحصلش اصلا. يعني انا استخدمت شوبيفاي، استخدمت كل المنصات اللي تقدر تقول عليها اي كوميرس سوري او كوميرس، كل حاجه. مفيش حاجه صراحه لقيتها زي ايزي اوردر في موضوع الدعم. بيقدموا حاجات مجانا بشكل غير طبيعي. طيب زي ما انت شايف كده تقدر تصمم صفحات الهبوط بشكل احترافي بالذكاء الاصطناعي وفي دقيقتين بالظبط. طيب زي ما انت شايف كده بتعمل صفحه للمنتجات او بتنشئ المنتجات بتاعتك، وبتعمل صفحه الهبوط، وبتعمل تحليل لجوده سلوك العميل، وتقييم لجوده صفحات الهبوط. كل ده بالذكاء الاصطناعي. والاسعار زي ما قلت لك، الخطه العاديه المجانيه ما بتاخدش منك اي فلوس نهائيا. كل اللي بيعملوا بياخدوا منك 4 سنت على الاوردر. يعني 4 سنت دول ولا حاجه. يعني لو جيت تحسبها بالمصري هتلاقيها، انا مش عارف كام، بس ممكن نلاقيها 6 جنيه او حاجه كده خالص، حاجه عبيطه جدا يعني. لو نحسبها، خلينا نحسبها معاك. طيب 0.04، وتستخدم كل المميزات مجانا. حتى في ميزه مجنونه جدا، ميزه البيكسل او الكونفرجن اي بي اي. انت حرفيا مش محتاج تعمل فيها اي مجهود، تحط البيكسل اي دي شكرا، كل حاجه ايزي اوردر بيعملها بشكل اوتوماتيكلي من غير ما تتعب. في خطه تانية طبعا ب $100 في الشهر، بس دي ما انصحكش بيها، مش هتحتاجها ابدا في البدايه. انا عن نفسي بستخدم الخطه المجانيه اللي هي بتاخد 4 سنت على الاوردر ومكفياني وزياده. بصراحه مش محتاج اي حاجه خالص. وزي ما انت شايف كده في عندهم تمبلتس لو انت بتشتغل في مجالات مختلفه زي العنايه والتجميل او الفاشن والملابس او الاثاث او طبعا العطور، الساعات والمجوهرات. كل حاجه عندهم تمبلتس مجانيه وبفلوس، بس في طبعا حاجات مجانيه
تقدر تستخدمها زي ما انا عامل، مش محتاج تدفع اي حاجه خالص. وعندهم كمان تطبيق تقدر تحمله وتقدر من خلاله تتابع اوردراتك. ولما بيجي اوردر في حاجه لذيذه جدا، لما بيعمل صوت الرنه بتاعه الفلوس دي بيبقى الموضوع ممتع جدا. زي ما انت شايف كده تقدر تعمل كل حاجه تربطها بجوجل شوبينج. كل حاجه في الكون بجد، من احسن المنصات اللي انا استخدمتها وفخور بيها ان هي عربيه، منصه ايزي اوردر بجد حاجه جامده جدا. وعندهم طبعا زي ما انت شايف كده اسطول شحن متكامل، كل حاجه. طبعا عندهم كل يعني حلول الدفع زي ما انت شايف كده، سترايب، باي موب، كاشير، كل حاجه. وتقدر تربطها بالاي بي اي، وانا هشرح لك كل حاجه لو انت مش فاهم اي حاجه من الحاجات دي خالص. وعندهم تابي وتمارا طبعا في السوق السعودي. كل حاجه الواحد يقدر يدفع بالمحفظه، حتى بابل باي او جوجل واليت، اي حاجه تمام، في كل حاجه انت محتاجها. فانا هشرح لك كل حاجه من الصفر، ازاي تبني ستور على ايزي اوردر. وتعالى بقى اقول لك هناخد البضاعه منين. هناخد البضاعه من موقع تاجر، وهو من اكبر المتاجر اللي في الدول العربيه او في الوطن العربي، بتقدم منتجات في كل المجالات، حرفيا كل المجالات في جميع الفئات. زي ما انت شايف كده، الكترونيات، فاشون، منتجات ترفيهيه، صحه وجمال، منزل، كل حاجه. وكل قسم فيه يعني كميه منتجات يعني غير محدوده، يعني حرفيا مئات المنتجات. يعني الالكترونيات مثلا عندك جيمنج، موبايل وتابلت، اكسسوارز للموبايل، الكترونيات اخرى زي كاميرات، مكبرات صوت، شواحن، باور بانكس، كل حاجه تتخيلها وما تتخيلهاش موجوده. والعظيم بقى والجامد جدا ان انت تقدر تشتغل على اكتر من ماركت او اكتر من سوق. عندك السوق المصري، تمام، عندك السوق السعودي، عندك السوق العماني، السوق العراقي، عندك السوق الاماراتي. عندك اكتر من سوق تقدر تشتغل فيه، ايا كان انت عايش فين، عايش في مصر، عايش في الامارات، عايش في السعوديه، عايش في دوله اجنبيه، ايا كان تقدر تشتغل على اي سوق من دول مع تاجر. والمميز والجامد جدا ان تاجر يعني بيديك الفلوس في نفس اليوم. اول ما ياخدوا الفلوس من العميل يستلموها، سواء كاش اون ديليفري يستلموها كاش، او الشخص دفع على الويب سايت عندك ووصل له الاوردر، اول ما يوصل له الاوردر الفلوس تنزل في حسابك في نفس اليوم. ودي ميزه جامده جدا بصراحه. حاجه تانية اجمد واجمد، لو انت معكش فلوس تمول الحملات الاعلانيه بتاعتك ومعكش راس مال، العظيم في تاجر ان هم بيدوك فلوس يمولوا لك بيها الحملات. ايه ده، انت بتتكلم بجد والله العظيم. زي ما بقول لك، انت عندك دلوقتي يعني ميزه جامده قوي في الابلكيشن بتاع تاجر او في منصه تاجر، ان هم بيمولوا لك الحملات الاعلانيه بتاعتك من اول $400 لحد $50,000 او $40,000 تقريبا، على حسب عدد الاوردرات. كان هم عاملينها زي نظام كده، ايه يعني، انت اما تحقق عدد اوردرات معينه تقدر تطلب دعم ل $400 مثلا لحد من اول 50 اوردر. بعد كده تطلب لحد من بعد $400 تطلب بعد كده $1000، $2000، وهكذا، متقسمه زي كاتيجوريز. وانت بتاخد بادج على المنصه كل ما انت تبقى تاجر اكبر واكبر واكبر، وتعلى بالمستوى في المتجر بتاعك. طيب حتى انت بيعمل لك تحديات جامده قوي، ان انت كل ما تحقق يعني حاجات صغيره تاخد فلوس. يعني انا مثلا دلوقتي قال لي لو حققت 5 اوردرات هتاخد 50 ريال سعودي، اداني ال 50 ريال سعودي بكل سهوله في نفس اليوم، اول ما حققت الخمسه اوردر او ال5 اوردرات بكل سهوله. طيب ايه العظيم تاني في الموضوع، ان كل حاجه سهله وبتشتغل بشكل اوتوماتيكلي، وهم عاملين اصلا الانتجريشن مع ايزي اوردر اللي انا قلت لك عليه، ومع اكتر من منصه تانية، ولكن احسنهم ايزي اوردر. فانا هبقى بشرح على ايزي اوردر. لو انت ما تعرفش اي حاجه ولا يهمك، ما تقلقش من اي حاجه، معكش راس مال، معكش خبره، معكش اي حاجه، خليك معايا بس واعمل لي سبسكرايب، عشان الكورس نازل الايام الجايه وهيبقى بوم، يعني حرفيا مشروح فيه كل حاجه، وبعمل كل حاجه معاك بشكل عملي. وتحدي مني، انا هكون تمام بحقق $1000 او 50,000 جنيه معاكم في خلال شهر، وبعرض معاكم النتائج لايف، يعني بدون ما اخبي اي حاجه نهائيا، عشان اعرفك ان انت كمان تقدر. عايز تعمل 50,000 جنيه في الشهر؟ تابعني واعمل لي سبسكرايب، تمام. ولو انت ما تعرفنيش واول مره تتفرج عليا، فانا اسمي محمد سمير، وانا خبره في الديجيتال ماركتنج اكتر من 5 سنين، وبفضل الله محقق على موقع العمل الحر اللي هو اب وورك
اكتر من $22,000 في اقل من سنه. والحمد لله علمت ناس كتير جدا ازاي تستخدم ابورك، وقدروا كمان هم كمان ياخدوا كلاينتس، وقدروا الحمد لله يحققوا فلوس بالدولار من خلال الموضوع دوت. انا عامل الكورس ده مجاني تماما، ولو حتى بعمل كورسات مدفوعه بعملها بمبالغ رمزيه جدا جدا جدا. الكورس ده مجاني بدون ولا جنيه، تمام. كل اللي انت محتاجه تتابعني. وعايز اقول لك ان انت كمان ممكن تشتغل على السوق السعودي وتقبض بالسعودي بالريال مش بالجنيه زي ما انا عامل في المتجر بتاعي. وكمان هنشتغل على السوق العماني والسوق الاماراتي، ومش هنسيب السوق في الخليج مش هنشتغل عليه. طيب دلوقتي عندك زي ما قلت لك كل المنتجات اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش. وطبعا عندك هنا في الكاتيجوريز الكترونيات، فاشون، صحه وجمال، كل حاجه. لو انت جيت دوست كده على جميع المنتجات هتلاقي مئات المنتجات اللي ما بتخلصش على تاجر. والعظيم ان هو كمان بيديك احصائيات لكل منتج عشان نقدر نختار المنتج الرابح. هكون بشرح لك كل حاجه من الصفر عشان تختار المنتج الرابح. زي ما انت شايف كده، لو دخلنا مثلا على التابلت ده بيقول لنا عندك من 200 ل 400 قطعه، والسعر الاصلي 225 ريال سعودي. طيب تعالى كده نشوف الصور. هنلاقي ان احنا مش محتاجين نعمل صور، هنلاقي ان تاجر موفر لي الصور، وكمان بيوفر لي فيديوهات في بعض المنتجات بتبقى موجوده هنا. كل اللي عليا اخد الصور والمنتجات دي باني ادوس على كلمه تحميل، وهيبقوا عندي على الكمبيوتر بتاعي. اقدر بكل سهوله استخدمهم، واستخدم كمان التفاصيل بتاعه المنتج، الديسكريبشن والتايتل وكل حاجه بدون ما اتعب واعمل اي حاجه. وطبعا عندنا الاي اي، فهنعمل كل حاجه بمساعده الاي اي، من تصميم الصور، من طبعا يعني تصميم فيديوهات، كل حاجه. فما ينفعش نبقى بنشرح دروب شيبينج في 2026 وما بنستخدمش الاي اي ونستفيد منه اقصى استفاده. زي ما انت شايف كده عندك عدد المنتجات، احصائيات المنتج بيقول لك نسبه التاكيد 63% ممتاز، ونسبه توصيل سيء. هنا تقدر تعرف اذا كنت هتشتغل على المنتج ده ولا مش هتشتغل عليه. لو رحنا على منتجات تانية هنبص هنلاقي ان المنتج التاني ممكن فيه نسبة التأكيد ونسبة التوصيل ممتازة، فساعتها هنقدر نشتغل عليه بكل بساطة. ولكن طبعا الموضوع محتاج تحليل للمنتجات، فانا هكون بحلل كل حاجة معاك. اقول لك ايه النيتش اللي تختاره اصلا، ازاي تبني الويب سايت، ازاي تختار النيتش، ازاي اصلا تعمل ويب سايت ناجح وتظبط الكونفرجن ريت بتاعه. كل حاجه انا مش هسيب اي حاجه الا لما اشرحها لك. واي حاجه بتعمل فلوس هتلاقيني بشرحها على القناه دي بعد تجربه عمليه مش مجرد كلام. فلو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب عشان ما تخسرش، وطبعا فعل الجرس عشان صدقني هتخسر لو ما عملتليش سبسكرايب. طيب مش عايز الفيديو ده يبقى طويل ابدا، ولكن عايز اقول لك ان بكل بساطه عندك هنا هتلاقي الارباح بتاعتك بتنزل، عندك الطلبات هنا اللي بتجيلك، وتقدر تشوف تحدياتي. زي ما انت شايف كده بيديك تحديات، اول ما تحققها تلاقي 50 ريال، 100 ريال، 200 ريال على حسب ما بيعملها. ويعني الموضوع سهل جدا جدا. طيب في ناس طبعا بتسال سؤال، طيب ليه الشخص يشتري مني وما يشتريش مثلا من تاجر نفسه او يشتري من السورس الرئيسي؟ طيب عايز اقول لك ان انت اصلا نفسك هتلاقي نفسك بتروح تشتري هدوم من العتبه مثلا، بس ما تروحش تشتريها من المصانع، هو اصلا بيبقى جايبها من المصانع. تروح تشتري هدوم من محل، تمام، هو بيكون اصلا رايح جايب من العتبه وانت بتشتري منه ما بتروحش العتبه، وهكذا. فالشخص اللي بيشتري منك هو ما يعرفش اذا كنت انت السورس الرئيسي ولا مش السورس الرئيسي، فبيشتري منك. خصوصا ان تاجر بيقدم لك المنتجات بسعر رخيص جدا جدا، وانت بتقدر ان انت تحط هامش ربح كويس، وستيل بتبقى الحاجه برضو مش غاليه جدا، بتبقى ستيل رخيصه. يعني مثلا في كاميرا زي ما انت شايف كده ب 170 ريال، 170 ريال ده ولا حاجه حرفيا. وانت تقدر طبعا تبيعها بمبلغ اعلى، تبيعها ب 250، ب 270، ب 300 ريال. فانت عندك هامش ربح كويس جدا، ومحدش هيستغلى كاميرا ب 200 ريال او ب 250 ريال. فاحنا هنا لو قلنا ان انت هتبيعها مثلا ب 250 ريال سعودي، فانت هنا طلع لك حوالي 80 ريال مكسب بعد ما تطلع منهم فلوس اعلانات والمصاريف بتاعتنا اللي هنتكلم عليها. فهتلاقي برضو ان الربح بتاعك حوالي 50 ريال ولا حاجه، فده حلو جدا، وممكن يبقى اعلى كمان من 50 ريال في القطعه الواحده، فده كويس جدا، تمام. فكل منتج مختلف عن التاني، في منتج هنكسب فيه 50 ريال، في منتج هنكسب فيه 80 ريال، في منتج هنكسب فيه 100 ريال، في منتج هنكسب فيه 30 ريال بس او 20 ريال بس، على حسب المنتج وعلى حسب الاحصائيات بتاعه كل منتج وهنعمل ايه.
تمام. طيب عايزك تجهز نفسك، عايزك تعملي سبسكرايب زي ما قلت لك، وتستنى الكورس اللي نازل قريب جدا جدا جدا. انا هبتدي اشتغل على الكورس من النهارده عشان بجد متحمس جدا، ولكن تعليقاتكم هتزيدني حماس. لو تكتبوا لي تعليقات احنا متحمسين هكون يعني شاكر جدا ليكم، وده هيحمسني ان انا الاقي تعليقات ايجابيه اقدر اديك فيها كل المعلومات اللي عندي، وكل يعني اشتغل بكل الطاقه اللي عندي عشان اقدر اعلمك ازاي تعمل بيزنس موديل تحقق فيه على الاقل 50,000 جنيه في الشهر، اللي هم $1000، ودول ولا حاجه. في ناس بتعمل لحد $50,000 من الدروب شيبنج شهريا. وطبعا ده بيبقى بخطوات، مش بيبقى بين يوم وليله، بيبقى الموضوع فيه مجهود وفيه سنين محطوطه. ولكن ان انت تعمل 50,000 جنيه او $1000 دي حاجه دلوقتي مش مستحيله، بالذات لو هتبيع في السوق السعودي او السوق الاماراتي. فانت هنا هتكسب بالريال السعودي او بالدرهم الاماراتي، مش هتكسب بالمصري. تمام. فتابعني، ومش عايز الفيديو ده يبقى اطول من كده، ويلا بينا نبدا الرحله الجامده جدا دي اللي انا متحمس لها، ونعمل ال 50,000 جنيه بتحدي معاكم. هعمله اونلاين وهعرفك كل حاجه يعني، وهوريك كل حاجه قدام عينك ومن الداشبورد بتاعت الستور بتاعي. يلا بينا اعمل سبسكرايب وفعل الجرس، ويلا بينا نبدا الرحله اللي هتكون كلها حرفيا معلومات قيمه جدا جدا، وهتستمتعوا جدا بيها، وهنقدر نعمل فلوس بدون راس مال وبدون حرفيا ما يكون عندنا مخزن ولا منتج ولا اي حاجه في الدنيا. كل حاجه هنعملها اونلاين وهيجي لنا فلوس واحنا نايمين. وهنستخدم طبعا احدث ادوات الذكاء الاصطناعي اللي هتخلينا نعمل كل حاجه باحسن طريقه وبارخص طريقه او ببلاش كمان، لان معظم الحاجات اللي هنستخدمها هتكون ببلاش. اشوفكم في الكورس، ومتحمس جدا ومستني تعليقك ان انت تقول لي ان انت كمان متحمس. وسلام.